الله على الجمال، الطاجن بيتكلم عن نفسه. هنعمل النهاردة طاجن خطير جدا. هنتحول النهاردة للشيف براك. عملت لهم النهاردة الشيف براك. طب وليه اروح مطعم الشيف براك وادفع بالالوفات عشان اكل الطاجن ده؟ طب اعمله في البيت وهيبقى حلو جدا واحلى كمان من الشيف براك. نسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف كده. عملنا طاجن ورق عنب بالكوارع تحفة جدا. الناس اللي لها مزاج للأكل، الأكيلة اللي بتحب الأكلة دي، اجمعوا معايا في الفيديو وما تنسوش لايك واشتراك، وكمان تعملوا تعليق حلو بين تعليقاتكم. أما الناس اللي ما بتحبش الأكلة دي خليكوا كده على جنب. تمام كده. جبت حلة كده فيها مية، حتى رشة كده بسيطة من جوز الطيب، بصلتين كده حلوين، واحط كمان ورق لورا او ورق الغار زي ما اخواتنا اللي هم الدول العربية بيسموه ورق لورا او ورق الغار، وكمان عود من القرفة اللي هو السيجار او النعم، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات. المية اللي انتوا شايفينها غامقة ديت بسبب التوابل، مكترة توابل عشان خاطر الكوارع بتحب التوابل الحلوة. الكوارع بتاعتي بعد ما جبتها من عند الجزار وقطعها لي غسلتها كويس جدا بمية وملح وليمون وخليتها مفيش فيها اي حاجة. تمام. بعد كده بحطها على النار تقلب قلبتين كده حلوين، بهدي النار عليها وبسيبها تعيش حياتها وتستوي كويس جدا. تمام. احضر معايا الطاجن اللي انا هعمل فيه النهارده. طاجن خطير بجد بجد، كان خطير. حطيت فيها كده طرنشات كده من البصل في قاع الطاجن. كمان جبت طماطمايه كده وقطعتها بالشكل ده. شوية كده من الليمون، طبعا ورق العنب بيحب الليمون كويس جدا عشان يبقى مزز كده وطعمه حلو. تمام. ادي كده جهزت الطاجن بتاعنا. جبت كده معلقة صغيرة من التوم، معلقة طماطمتين كبار كده بشرهم، وهنعمل الصلصة او الخلطة بتاعة الكوارع. بس للأسف الفيديو الحتة المقطع ديت مكملش. بعد ما الكوارع بتاعتي استوت كويس جدا وخليتها من العظم، مسيبتش فيها اي عظم، وحطيتها بقى في الخلطة بتاعة الثوم والطماطم كده وقلبتها كده كويس قلبتين تلاتة. ببدأ ارصها في الطاجن. حطيت كده شوية من الكوارع، شايفين انا مقطعاها صغيرة ازاي في قلب الصلصة بتاعتها. قطعتها صغيرة عشان تتاكل كده مع المحشي في قلب بعض. وشوية ورق عنب وشوية كده من الكوارع. بقيت احط شوية محشي على شوية كوارع على شوية محشي. كده مليت الطاجن محشي ورق عنب بالكوارع بالشكل اللي انتوا شفتوه موضح قدامكم في الفيديو. كمان قرنين تلاتة كده من الفلفل الحار اللي هو المشطشط ده. وهبدأ احط كده شرايح من الطماطم والليمون على الوش بتاع ورق العنب. شايفين الشوربة بتاعة الكوارع عاملة ازاي؟ دسمة وتحفة جدا. شايفين لونها وشكلها حلو قوي قوي بجد. شايفين الشوربة دي شوربة كوارع، بس ورق العنب بشوربة الكوارع. وهبدأ بقى اغطي الطاجن وهدخله الفرن معانا يستوي براحته جدا. بعد ما استوى بالشكل الجميل اللي يفتح النفس ده، تعالوا بقى نقلبه في طبق كده. وتبص بقى تلاقيه كله في قلب بعضه، الصوابع المحشي مع قطع الكوارع مع شرايح البصل والطماطم. بصي الطبق تحس ان انت بتاكليه في قلب بعضه كده. ادي قطع الكوارع هوريها لكم اهي. شايفين قطع كده صغيرة تتاكل كده مع المحشي اهي. شايفين دايبة دوب مستوية جدا. تحفة 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 بجد بجد. لازم تجربوا الوصفة الخطيرة دي، ولازم تقولوا له رأيكم ايه، وتعملوا الاكل اللي ولادكم بيحبوه في البيت، بدل ما تروح تدفعي مبلغ وقدره في مطعم او شيف براك او اي مطعم تاني. شايفين تحفة ريحته وطعمه جايبة لاخر الشارع. ايه رأيكم؟ بذمتكم مش الطبق ده يستاهل كام 10 على 10 ولا يستاهل قد ايه؟ متنسوش بقى تقولوا تسلم ايدك يا موحة. سلام عليكم.